روي كين لاعب منتخب أيرلندا الشاب مرضيش يحتفل بعد خروج منتخب أيرلندا من مونديال 94، وقال وكأن كأس العالم انتهى بعد أول مباراة. بعد مونديال 90 لعب منتخب ايرلندا في تصفيات يورو 92، وكان عليه مواجهة منتخب انجلترا تاني، ولعب منتخب ايرلندا مباراة حلوة لكنه متأهلش، وهو كان الفريق الوحيد في كل المجموعات اللي ما خسرش وما تأهلش، عشان ما قدرش يكسب بولندا في دبلن وتعادل 0-0. وفي بولندا اتقدمت ايرلندا 3-1، واخر ربع ساعة اتعادلت بولندا 3-3، والتعادل ده هو اللي خسرهم التأهل. ايرلندا وقعت في المجموعة الثالثة في تصفيات كأس العالم 94 في مجموعة واحدة مع 6 فرق، أهمهم اسبانيا والدنمارك، عشان يصعدوا فريقين للمونديال. اسبانيا طبعا مرشح دائم للتأهل، والدنمارك منافس صعب وكمان كسبت يورو 92، فالمجموعة كانت صعبة جدا. لكن ايرلندا بدأت بقوة، اتعادلت مع الدنمارك 0-0 في كوبنهاجن، ومع اسبانيا في اشبيلية 0-0. ايرلندا سجلت الماتش ده بس اتحسب تسلل، الإعادة أثبتت بعد كده إنه كان جول صحيح. بس بشكل عام الأمور كانت ماشية حلوة قوي لحد شهر مارس 93. في شهر إبريل اتعادلت أيرلندا على ملعبها لانسداون رود في دبلن مع الدنمارك 1-1. وفي شهر أكتوبر 93 خسرت أيرلندا على ملعبها 1-3 من أسبانيا، والأول مرة في عهد جاك تشارلتون أيرلندا تخسر على ملعبها ب3 أهداف، وده كان معناه ان ايرلندا هتنتظر الحسم في الجولة الاخيرة. وصلنا للجولة الاخيرة ومباراة ايرلندا الشمالية في بلفاست عاصمة ايرلندا الشمالية. ايرلندا الشمالية اصلا هي الغريم التقليدي لمنتخب ايرلندا، وتأهل ايرلندا المونديال 90 كان على حساب ايرلندا الشمالية لما كسبوهم سنة 89 3-0 في دبلن، فكأن تأهل ايرلندا دايما كان مربوط بايرلندا الشمالية. الظروف السياسية كمان بين البلدين وقتها كانت سيئة جدا. قبل الماتش ده بشهر حصل مجموعة من الصدمات واطلاق النار، ومات في الاحداث دي 23 واحد من البلدين، لدرجة ان كان في اصوات بتطالب بنقل الماتش ده لمانشستر او لندن عشان يتلعب في ظروف اهدى، لكنه في النهاية اتلعب في بلفاست زي ما كان المفروض يتلعب. بيلي بينجهام مدرب ايرلندا الشمالية، واللي كان ده اخر ماتش له مع المنتخب بعد 13 سنة تدريب للمنتخب، قال قبل الماتش بيوم شوية تصريحات مستفزة زي انهم مش هيقدروا يكسبونا، وانا مش مهتم بمين يتأهل بس يهمني نكسبهم، وده سخن الناس اكتر. جمهور ايرلندا الشمالية حضر في تدريبات منتخب ايرلندا عشان يشتم ويشاور للعيبة اشارات خارجة. ملعب المباراة كان محاط بأسلاك شاكة، ورجال البوليس في الملعب كانوا مسلحين عشان يسيطروا على الموقف لو حصل اي حاجة. جاك تشارلتون بيقول انه ما شافش اجواء اكثر ارهابا من دي، ما كانش فيه جمهور ايرلندي في الملعب، والاجواء كانت شديدة الكراهية والعصبية ضد منتخب ايرلندا. هتافات عنصرية ضد اللعيبة الايرلنديين اللي مش بيض، صفير وهتافات وقت النشيد الايرلندي. الاجواء فعلا كانت صعبة جدا. في المقابل المباراة كانت أقل من المتوسط فنيا ومليانة بالاحتكاكات والعصبية، وفضلت 0-0 لحد آخر ربع ساعة لما جيمي كوين سدد من برا المنطقة، والحارس بات بونر ما قدرش يصدها عشان تتقدم ايرلندا الشمالية، وده كان معناه خروج ايرلندا من التصفيات لو الماتش خلص كده. قبل جول ايرلندا الشمالية جاك تشارلتون كان نزل لاعب خط وسط اسمه ألان ماكلوغلين، فلما جه الجول طلب من توني كاسكارينو ينزل بسرعة، بس المفاجأة ان كاسكارينو ما كانش لابس لبس الفريق ومفيش وقت، بس على ما جابوله لبس ولبسه كان ماكلوغلين اتعادل ايرلندا عشان ينقذ زميله كاسكارينو من عقاب تشارلتون لو ايرلندا كانت خسرت بسبب كاسكارينو. كملت ايرلندا الهجوم بعد الهدف، هم كانوا عارفين ان اسبانيا كسبانة، بس لو الدنمارك اتعادلت في اي وقت هتخرج ايرلندا، لكن الدنمارك ما سجلتش وتأهلت ايرلندا لكأس العالم للمرة التانية على التوالي. الفريق الايرلندي ما باتش في بلفاست ورجع دبلن في ليلتها، وجاك تشارلتون اول ما نزل من الطيارة اشار بعلامة النصر. قرعة كأس العالم اتعملت في ديسمبر 93، وقعت ايرلندا في المجموعة الخامسة مع ايطاليا والنرويج والمكسيك.
ايرلندا لعبت 5 مباريات ودية قبل المونديال وقدرت تكسب منهم 3، هولندا والمانيا وبوليفيا. قبل المونديال مهاجم الفريق الاساسي نايل كوين تعرض لإصابة في ركبته منعته من الانضمام لقائمة المونديال، بس انتصارات الفريق على هولندا وألمانيا في ملعبهم ادى الفريق ثقة أكبر، حتى تصنيف الفريق في المراهنات ارتفع جدا بعد المكسبين دول، وقرر جاك تشارلتون انه هيعتمد على تومي كوين كمهاجم الفريق بدل كوين، خصوصا مع غياب توني كاسكارينو عشان كان مصاب. أول مباراة كانت ضد إيطاليا في مدينة نيويورك المعروفة بكثرة الإيطاليين فيها، فكان متوقع إن إيطاليا هتكون كأنها بتلعب على أرضها أول ماتش، ولأن إيطاليا قبل القرعة كانت عارفة إنهم على رأس المجموعة الخامسة، فأكيد الإيطاليين اشتروا تذاكر المباراة دي من بدري. بس اللي حصل إن أول ما التلفزيون نقل المباراة لقينا الحضور 75,000 أغلبهم جمهور أيرلندا. اللي حصل ان اللي اشترى التذاكر اغلبهم كان امريكان غير مهتمين بالحضور، اشتروها عشان يبيعوها سوق سودا ويكسبوا، فاغلب الايرلنديين اشتروا تذاكرهم من اصحاب البارات والقهاوي ليلة المباراة. المباراة بدأت هادية لحد ما جون شريدن في الدقيقة 11 لعب كرة طويلة ردها الدفاع الايطالي لروي هاوتن اللي عدلها على شماله وسددها في المرمى الايطالي، والجول ده صمد للنهاية عشان تكسب ايرلندا 1-0 وتحصد اول 3 نقط في مونديال 94، لان الفايز في كاس العالم 94 كان بياخد 3 نقط لاول مرة في تاريخ كاس العالم، وده اول فوز لمنتخب ايرلندا في كاس العالم، لانه في كاس العالم 90 ما كانش قدر يحقق اي فوز. جاك تشارلتون لعب بطريقة 4-5-1، هنملى نص الملعب ونعمل زحمة ونصعب من مهمة بناء الهجمات على إيطاليا. روبرتو باجيو كان بيضطر يرجع يبني الهجمة من تحت خالص. في نفس الوقت هنلعب كور طويلة نحاول من خلالها نشكل خطورة. جول هاوتن ما كانش أول محاولات أيرلندا من الكور الطويلة، كان قبله في فرصة ضيعها ستيف ستاونتون. استمرت أيرلندا في خطتها بنجاح طول الماتش بعد كده، لدرجة ان ايطاليا فشلت خالص في البيلد اب وبدأت تلعب كور طويلة راحت بسهولة لدفاع ايرلندا، والماتش الحقيقة بعد كده كان يبدو ممل، تقفيل ايرلندي وتحجيم لقدرات ايطاليا، وان كان تكتيكيا كان شهادة كبيرة لجاك تشارلتون اللي قدر يكسب الفريق من اقوى منتخبات العالم وقتها، ان لم يكن الاقوى فعلا هو منتخب ايطاليا. الماتش اللي بعد كده كان ضد المكسيك كسبت 2-1. الماتش اتلعب الساعة 12:30 الظهر بتوقيت مدينة أورلاندو عشان الناس في أوروبا تعرف تتفرج. درجة الحرارة العالية مع أشعة الشمس أصابت الفريق بالتعب وخلت الفريق غير قادر على مجاراة المكسيك اللي كانت خسرانة أول ماتش من النرويج ولازم تكسب. المكسيك سجلت مرتين، وبعد كده جاك تشارلتون كان عايز يعمل تغييرين هجوميين. هو كان بادئ بنفس تشكيل ماتش إيطاليا، بس واضح إن الخطة بتاعت إيطاليا ما اشتغلتش ضد المكسيك. المهم إن هو كان عايز يعمل تغييرين هجوميين، فحصل خطأ إجرائي بين منظمي المباراة نتج عنه إن الحكم الرابع منع جون ألدريتش مهاجم أيرلندا من النزول، ولعبت أيرلندا ناقصة لاعب لمدة دقيقة لحد ما الموضوع اتحل. بس طبعا بعد الكاميرات ما نقلت صورة ألدريتش وهو منفعل جدا عشان الموقف ده، نزل ألدريتش وقلل الفارق ل1-2، بس أيرلندا خسرت. الخناقة كملت بعد نزول ألدريتش بين جاك تشارلتون وموظف الفيفا، ويبدو ان الكلام احتد، وبعد الماتش جاك تشارلتون توقف ماتش، وعشان كده ماتش النرويج الاخير جاك تشارلتون ما حضروش في الملعب. درجة الحرارة كانت عالية جدا في اليوم ده، ومع الشمس كمان الجمهور الايرلندي تعرض لاغماءات كتير في المدرج. جاك علق على الحر بعد الماتش وقال ان المرة الجاية هنقابلهم في الشتاء عشان نعرف نكسب. الهدف اللي سجله ألدريتش خلى ايرلندا تدخل اخر ماتش ضد النرويج وهي يكفيها التعادل عشان تتأهل، فده خلى ايرلندا تلعب بتحفظ عشان تتعادل او تكسب بهجمة مرتدة، فانتهت المباراة بالتعادل السلبي، وده كان معناه تأهل ايرلندا لدور 16. ايرلندا كانت متساوية مع ايطاليا في كل حاجة، بس طلعت تاني عشان هي كسبت ايطاليا. ايرلندا تاني المجموعة الخامسة هتقابل هولندا اول المجموعة السادسة. جاك تشارلتون بدأ ماتش هولندا بنفس تشكيل ماتش ايطاليا، لكن الدنيا ما مشيتش معاه زي ما حصل ضد ايطاليا. اتسجل فيه هدف اول ربع ساعة من خطأ الباك الشمال تيري فيلان، وقبل نهاية الشوط الاول هولندا سجلت تاني من خطأ فادح للحارس باد بونر
اللي فشل انه يمسك الكورة اللي سددها في ميونيك فدخلت مرماه. هدفين من خطأين ما حصلوش ضد ايطاليا، والشوط الثاني هولندا قفل الماتش لحد الماتش ما خلص 2-0 وانتهى مشوار ايرلندا في البطولة عند كده. باد بانر ما قدرش يبرر خطأه في الهدف الثاني وقال هي دي الكورة وهو ده اللي حصل. روي كين لاعب خط النص الشهير كان عنده لسه 23 سنة وكان لسه منتقل لمانشستر يونايتد قبل المونديال بسنة. كين بعد الرجوع لأيرلندا رفض الاحتفال، وبرغم صغر سنه وقلة خبرته كان شايف ان الفريق ما حققش حاجة تستحق الاحتفال، وزي ما قال في مذكراته وكأن البطولة انتهت بعد أول مباراة ضد إيطاليا.